السلام عليكم. احنا عايزين نفهم ليه الكل عاوز مصر تحارب. بالنسبة لمصر مش هتفرق، هي كده كده دخلت حرب قبل كده، دخلت 3 حروب، دخلت في 48 وفي 67 و73، واقتصادنا اتدمر واتخرب بيت أبونا حرفيا. بس من أجل عيون كل عربي عاوز مصر تحارب، عينينا مفيش أي مشكلة نحارب، بس هنخش حرب مش ضد إسرائيل، لأ، احنا هنخش حرب ضد امريكا اللي هي اقوى دولة في العالم، الدولة اللي الصين وروسيا مش قادرين عليها، اللي الصين عندها ارض محتلة سايباها. ده ليه؟ عشان في دولة اسمها امريكا واقفة في السكة. وطبعا من الجانب التاني قناة الجزيرة، قناة الجزيرة كل يوم ملهاش اي محتوى غير مصر. مصر ليه مش بيتحارب؟ مصر ليه مش عايزة تنقذ فلسطين؟ مصر سايبة أهل غزة. مصر ايه، هو مفيش غير مصر؟ بس في مشكلة، بس عندنا مشكلة صغيرة اللي هي مع قطر. قطر الدولة الكبيرة، الدولة اللي عيون أوروبا كلها، اللي هي مهمة بالنسبة لدول أوروبا كلها. هي بس في قاعدة ضخمة جدا عند قطر، مشكلة احنا لو حاربنا هنلاقيهم هيستخدموها ضدنا. نطالب قطر تشيل القاعدة واحنا هنحارب، ولكن قطر ما تقدرش تعمل كده. بس كل شباب العرب اللي بيشتم مصر والكل جايب اللوم على مصر، لا، هي مصر اكتر دولة بتدعم واكتر دولة داخلة في مشاكل لغاية دلوقتي عشان مش متنازلة على القضية.